في اصعب دواء ناقص في الفترة دي هتكلم عليه النهاردة، هو دواء المرارة. الرواكول والبيليكول ادوية مرارة مصرية مش موجودة. مريض المرارة يعمل ايه؟ هقول لك انا يعمل ايه. لو انت عايز حاجة زي الرواكول او البيليكول تجيبها اونلاين، يبقى قدامك 3 حلول. في شوية غازات يا فندم ولا حاجة؟ نعم. غازات؟ غازات ايه؟ انت شاكك في قدراتي ولا ايه؟ لا. اول حل ان انت تجيب الرواكول من موقع اونلاين اسمه يو باي ايجيبت، وده سوبر ماركت اونلاين يعني. بيجيب لك الحاجه دي من بره اونلاين، تدفع الفلوس اونلاين وتجيلك لحد البيت. في رواكول المستورد موجود، وده سعره غالي شويه ب 1000 جنيه ولا 1300 جنيه. يعني ده حل من الحلول لو انت مصمم على الرواكول. في حل تاني بسيط لطيف ظريف خفيف، عسل سوبر انزيمز او زي المهضمات، اللي هي بتهضم او بتكسر الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، فما تعملش ضغط على المرارة. اصلا المرارة بتاعتي تعبانة، او المرارة عندي ما بتفرزش العصارة الصفراوية، او ما بتقدرش تكسر الدهون فبيحصل حصوات فيها. فانا هكسر لها الدهون واخليها ايه، ما تتعبش خالص. ايه بقى الحاجات دي؟ سوبر انزيمز بتاع شركة ناو، وده هتلاقيه اونلاين على اي هيرب او امازون في حدود ال 500 600 جنيه. سامعك يا اللي بتشتم. لا انا ما اسمحلكش. لا من فضلك. في يا استاذ؟ احنا صعايده. هتاخد كبسولة واحدة في اليوم، والعلبة اللي انت شايفها قدامك دي 100 كبسولة دي هتقعد معاك 3 شهور. او تجيب انهانسد سوبر دايجستيف انزيمز بتاع شركة لايف، وده برضه هتلاقيه في حدود ال 500 600 جنيه، تاخد من كبسولة لكبسولتين. يا اما نروح للحل الثالث، وده الحل اللي انا بشوفه انه اصعب شوية. طب ليه انا بقول على الحل ده اصعب؟ لانه هيحتاج استشارة الطبيب. في مكملات اسمها اوكس بايل. اوكس بايل اعلى ريفيو جه لمكملات غذائية للمرارة في سنة 2024 هو الاوكس بايل بتاع شركة نيوتري كوست. دي طبعا شركة محترمة جدا اسمها نيوتري كوست زي شركة ناو كده، ومنزلة حاجات مكملات غذائية كتير. الاوكس بايل ده هتلاقي السعر بتاعه حوالي 1300 جنيه. سامعك يا اللي بتشتم تاني. بس البرطمان ابو 1300 جنيه ده ممكن يقعد معاك 4 شهور، لانه كبسوله واحده بس في اليوم، والبرطمان فيه 120 كبسوله بس. ده هيحتاج استشاره طبيب. اتمنى ان انا اكون حاولت افيدك باي شكل ما. ربنا يسهل ان شاء الله والازمه تعدي. لغايه احنا بنجد حلول لغايه لما الازمه تعدي، وحضرتك تاخد دواك او تاخد حاجه تعويضيه عن الدواء اللي مش موجود. وربنا يعافيكم يا رب.